دير أنا ونقتني الله أكبر يا من يتسن الله أكبر مشايخ يلا خيسن اللي خاكي سهل مفاقدو يسلي إن شاء الله ورنا سلامات تبرد مفاقدو ليس رجيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على من بعثه الله بالهدى واليقين وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بهديه وسنته إلى يوم الدين أما بعد فموضوعنا اليوم قضايا القرآن الكريم. القرآن الكريم شفيع لنا يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن أهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو معلوم به سمعني أبادو تاني له أجران متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل إلا اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت قال رسول وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مركوب بشيطانين فتغشته الرهبة وجعلت تدنو وجعل فرسه ينجو منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. أقول ما تسمعون وأسأل الله العظيم الجليل أن ينفعني وإياكم بما في هذه المواقع. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. وصلى الله وسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوتي أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.